بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا بكم. درس المتتاليات العددية من الدروس السهلة والبسيطة جدا. أنا بحب الفيديوهات القصيرة علشان المعلومة توصل بشكل سريع ومركز، وإن شاء الله يعني لو في أي تعليق على سرعة الفيديو ممكن نبقى نعلق في التعليقات. بداية اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونسأل الله أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من ناشر العلم. بداية أحباب، إحنا عندنا درس المتتاليات العددية. يعني إيه متتالية عددية؟ المتتالية العددية تمام يعني من أمثلتها أعداد العد اللي إحنا درسناها كلنا، 1 2 3 4 5 6 إلى آخره. أو الأعداد الزوجية، يعني إحنا درسنا الأعداد الزوجية. الأعداد الزوجية اللي هي إيه؟ 0 2 4 6 8 10. وخلي بالكم ما ننساش الصفر من الأعداد الزوجية، لأنه بيتنسي. احنا نقول الأعداد الزوجية 2 4، لا، الصفر من الأعداد الإيه الزوجية. وممكن نكمل كده إلى إيه إلى آخره. طب الأعداد الفردية لا، ما بتبدأش بالصفر، بتبدأ بواحد 1 3 5 7 9 إلى آخره. طيب عندنا احنا 4 عمليات هيفيدونا في إيه الأربع عمليات دول؟ هقول لكم هيفيدونا في إيه في المتتاليات. عندنا عملية جمع أو طرح أو ضرب أو قسم. في المتتاليات المتتالية ممكن تزيد بمقدار إضافة مقدار ثابت، أو طرح مقدار ثابت، أو ضرب مقدار ثابت، أو قسمة مقدار ثابت. طب هنكتشف الكلام ده إزاي؟ تعالوا نشوف الكلام ده من خلال الأمثلة. هنكتشفه إزاي؟ أول أمثلة عندنا بيقول أكمل المتتاليات التالية: 3 6 9 12. عايزين نكمل المتتاليات دي. أنا عندي 3 6 9، اللي بالأحمر ده هو الإيه؟ المتتاليه اللي هو مديها لي، واللي بالاخضر ده اللي احنا الايه اللي احنا المفروض نكمله. طب تعالوا كده: 3 6 9 12. ما انتوش ملاحظين حاجه؟ كل مره بنزيد بمقدار كام؟ 3. احسنتم، ممتازين والله. يبقى ايه اذا الحد اللي بعده يزيد بمقدار 3، يبقى ال 22 ال 12 تزيد بمقدار 3 تبقى كام؟ 15. 15 تزيد 3 تبقى 18. 18 تزيد 3 تبقى 1 وايه و20. طيب 5 10 15 20، احنا اتفقنا ان بالاحمر ده هو اللي هيديهولي الاجابه بقى اللي هتكون ايه بالاخضر دي. تعالوا نشوف. احنا عارفين طبعا دي مضاعفات الخمسه، او كل مره نزيد 5. طيب تمام، هو كل مره لازم نزيد؟ لا. تعالوا نشوف اللي تحتها: 16 10 4. مش ملاحظين حاجه كده؟ بنقل. طب بنقل بمقدار كام؟ بمقدار 6. طب ثابت ولا متغير؟ لا ثابت، لان 16 بقت 10، ال10 بقت 4، يبقى قلنا 6، يبقى كل مره هننزل 6. يبقى الاربعه تبقى -2. درسنا احنا عدد السالبه طبعا صف خامس. والسالب 2 تبقى -8، والسالب 8 ننقص 6، كل مره ننقص 6 تبقى -14. طيب تعالوا نشوف يعني شكل اخر، مش شرط تزيد ولا تنقص. تعالوا نشوف كده: 1 3 9. لا، طب تعالوا نشوف الفروق كده من الواحد للتلاتة. الفرق 2. احنا قلنا الفروق هي مفتاح الحل. يعني ايه الفروق مفتاح الحل؟ يعني اشوف الفروق بين الاعداد. اذا كانت فروق ثابته خلاص اكمل. طيب الفروق مش ثابته، سواء بزياده او بالنقصان، مش ثابته، يبقى ابحث عن طريقه اخرى. طب تعالوا كده: 1 بقى 3، 3 يعني زادت 2، 3 بقت 9 يعني زادت 6، 9 بقت 27. لا كده مش مظبوط، مش ماشيه مظبوط. طب تعالوا بقى نضرب. ايوه، 1 في 3 ب3، 3 بقت 9 يعني انضربت في 3، 9 بقت 27 يعني انضربت في 3. يبقى ال 27 تنضرب في 3 تديني كام؟ 81. خلي بالكم ان احيانا المتتاليات تبقى ايه بحاصل ضرب، وممكن تكون بايه؟ احنا قلنا بقى احنا العمليات عندنا جمع وطرح وضرب وايه واسم. زي دي كده: 16 بقت 8 يعني قسمنا على 2، 8 بقت 4 قسمنا على 2، الأربعة هتبقى كام؟ اما نقسم على 2 هتبقى 2. طب والاتنين لما نقسمها على الاتنين هتبقى كام؟ 1، وهكذا. يبقى معنى كده ان احنا ممكن نضرب في عدد ثابت او نقسم على عدد ايه ثابت. طب تعالوا نشوف كده امثلة اخرى للمتتاليات برضو. تعالوا نشوف. متتاليات بتزيد بشكل متغير. يعني ايه يا استاذ متتاليات بتزيد بشكل متغير؟ متتالية بتزيد بشكل متغير يعني شكل مش ثابت، نمط مش ثابت. يعني مش كل مرة تزيد 3، مش كل مرة تقل 3،
مش كل مرة تنضرب في 2، مش كل مرة تنقسم على 2، لا، بتزيد بأشكال متغيرة. زي ايه؟ 1 2 4 7 11. طب تعالوا كده نركز مع بعض. الواحد بقى 2 يعني زاد 1، الاتنين بقت 4 يعني زادت 2، الأربعة بقت 7 يعني زادت 3، السبعة بقت 11 يعني زادت 4، ال11 بقت كام؟ ها؟ خلي بالكوا دي اللي احنا كاتبينها. يبقى لما نزيد على ال11 هنزيد عليها كام؟ 5. ونزيد هنا كام؟ 6. تمام، وهكذا وهكذا، واحنا ماشيين نزيد بعد كده 7، نزيد بعد كده 8 لو حبينا نكمل تاني يعني. طيب تعالوا نشوف اللي تحتها. 1 1 2 3. طب نشوف الفروق. هنا 0، هنا الفرق 1، الفرق هنا برضو 1، الفرق هنا 2، الفرق هنا 3. ده كده برضك الفروق مش مظبوطه، لان ايه؟ مش بتزيد بشكل متغير، يعني مش كل مره نزود 1 على الفرق، لا. امال ايه بقى كده؟ يبقى لازم هنا نبحث عن نمط اخر. طب نبحث عن نمط اخر ايه؟ يبقى لازم هنا بقى يبقى فيه تركيز. شايفين الوجه المبتسم ده؟ تمام، بيقول ركز يا بطل، ركزي يا دكتوره. ماشي، تعالوا نشوف بقى يعني ايه. انا عندي الواحد وواحد لو انا جمعتهم مع بعض هيديني كام؟ ايوه ممتازين، 2. طب لو جمعت الاتنين مع الواحد هيديني 3، جمعت الاتنين مع التلاتة يديني اللي بعده 5، جمعت التلاتة مع الخمسة يديني اللي بعده اللي هو 8، جمعت الخمسة مع التمانية يديني 13، جمعت التمانية مع ال13 هيقوم مديني كام؟ ال21 اللي احنا عايزين نكمله. طيب تعالوا نشوف النمط اللي تحته. ده نمط بيتحل بطريقتين اتنين. لو تلاحظوا ان هنا 1 4، خلي بالكم 1 4 9 16. ما انتوش ملاحظين حاجة؟ في واحد قال لي انا سامع واحد وبنت شاطرة بيقولوا لي ايه ده؟ واحد ده ضربناه في نفسه بقى 1، الاتنين في 2 ب4، 3 في 3 ب9، الاربعة في 4 ب16. يبقى احنا ماشيين كده كل مرة كده نضرب العدد في نفسه، صح؟ دي اجابة سليمة 100%. 100% ممتازين. طيب تعالوا نشوف ممكن نجيبها بطريقة مختلفة، يعني طريقة خارج الصندوق. تعالوا نشوف كده. احنا عندنا ايه؟ 1 ب4، الأربعة بقت 9، التسعة بقت 16. لو تلاحظوا ان دي زادت 3 ودي زادت 5 ودي زادت 7، يعني 3 5 7. مش ملاحظين ان دي اعداد فردية؟ يبقى اللي بعده يزيد 9، صح؟ واللي بعده يزيد 11، اللي بعده يزيد 13، يعني معناها ان احنا نزود 9 على 16 يديني 25. طب نتأكد كده. 9 و16 25. واللي بعده هيزيد 11، 11 على 25 يديني 36، صح مظبوط. 13 36 يديني 49. يبقى دي ممكن نتأكد منها من خلال ان احنا نزود اعداد فردية على كل عدد سابق، صح؟ ودي طريقة صحيحة. يعني حل النمط ده بطريقتين، طريقة الفروق او طريقة العدد ضرب ايه؟ ضرب نفسه. طيب تعالوا نشوف بقى يا شطار القاعدة دي. هو بيقول لنا هنا ايه؟ لو انا عايز اكمل اعداد، خلي بالكوا بقى، عايز ايه هنا؟ اهو عايز اكمل الاعداد اللي في النص دي. مديني 0 وبعدين 20 وبيقول لي كمل الاعداد دي، يعني العدد ده والعدد ده والعدد ده، الثلاث اعداد اللي في النص دول. هنا نتبع القاعده اللي ايه اللي موجوده عندنا في الكتاب، اللي بتقول ايه؟ انا عندي كم قفزه؟ عدد القفزات. خلي بالكوا كام قفزه مش كام مربع. ادي 1 ادي 2 3 4. يبقى 1 2 3 4 قفزات. ممتاز جدا. طيب عندي الأعداد من 0 لحد كام؟ 20. نطرحهم من بعض، يعني نطرح من 0 ل20 يديني 20. نطرح العددين دول من بعض ونقسم على عدد القفزات، يبقى على 4 قفزات يديني كام؟ 5. يبقى مقدار الزيادة 5. يبقى كل مرة هضيف 5. طيب نضيف 5 كده أهو. نضيف 5 على 5 يبقى 10، نضيف 5 على 10 يبقى 15. طب ضيف 5 على 15 هيديني 20. يبقى كده صح 100%. هسيب لكم ده تحلوه انتم، ماشي؟ هتوقفوا الفيديو وتحلوه، وهسيب لكم برضك الواجب ده، ماشي؟ الشطار الطلبة والطالبات الممتازين هيحلوا الأمثلة اللي موجودة في الكتاب دي. وطبعا فيه ورقة هترفق فيها تمارين إضافية
تمام، بحيث ان كنتوا تيسر تطبعوها او تحلوها من على التليفون في دفاتركم. ونتوقف لهنا، ونرجو ان احنا نكون افدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.